انهيار جنون عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الهلال وتأهله لدور ربع النهائي. فبعد فوز الأهلي على الهلال السوداني في مباراة للتاريخ ويعود من بعيد ويتأهل للدور ربع النهائي، فقد خرج على الخط عمرو أديب وقال الأهلي عمل مباراة العمر النهاردة وتحدى جميع وقدر يرجع ويتأهل من دور المجموعات على حساب الهلال السوداني. لعيبة الأهلي كانت رجالة النهاردة وحرموا الهلال من امتلاك الكرة طول المباراة، والأهلي ضيع كتير في الشوط الأول، كان ممكن الشوط الأول يخلص بالأربعة، لكن مفيش توفيق وقلة تركيز من اللعيبة في إنهاء الهجمة. وكهربا سجل هدف علامة استراحة، ويستاهل الأهلي يدفع له الغرامة لأنه بيهدف كل مباراة وعامل مباريات كبيرة. الأهلي يا جماعة كبير أفريقيا ومحدش هيقدر عليه بعد التأهل في دور المجموعات، والأهلي هيفوز بدوري أبطال أفريقيا كمان زي كل سنة. كانت بيتعثر في المجموعات ويتأهل وبعدين يفوز بالبطولة، وهيقابل سان داونز وهياخد حقه. الأهلي مش بيسيب حقه. لو تفتكروا من كام سنة لما سان داونز فازت 5 على الأهلي وبعدها رجع واحتل أفريقيا، واللي كان بيقابله بياخده ورا مصنع الكراسي. هو ده كان رد فعل عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الهلال السوداني والتأهل لدور الربع النهائي. ختاما، لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك للقناة عشان يوصلك منا كل جديد. ويلا كورة.